بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم تحية الإسلام، وأرجو لكم في هذه الأيام المباركات العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه الأيام المباركات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل فيها صيامنا وقيامنا ودعاءنا وقرآننا بحوله تعالى، وأن ينصر أمة الإسلام وينصر دينه الحنيف. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. بهذه الآيات المباركات أيها الإخوة والأخوات، نعطر سماء هذه الحلقة، وهي الحلقة رقم 92 في برنامج مع اللغة العربية، ودوما نسعى أن نقدم لكم ما هو مفيد وكذلك يربطنا بهذا الدين الحنيف واللغة العربية. واللغة العربية هي خيمة الإسلام، ولا يمكن أن تتفقه في دينك حتى لو كنت تعرف لغات أخرى، لكن سر هذه اللغة، سر هذا الدين والتفقه فيه والارتباط به وتنفيذ تعاليمه هو في هذه اللغة. ولذلك ارتأيت في هذه الحلقة، بما أننا على أبواب عيد الأضحى المبارك، العيد الأكبر، ارتأيت أن نقلب وإياكم ما كتبه الشعراء في هذا الحج وهذه المناسبة العظيمة. ولذلك سنقرأ ما تيسر لنا من الأشعار. قال أحد الشعراء وهو يترنم في الحج: فلله كم من عبرة مهراقة،
فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا، وقد شرقت عين المحب بدمعها، فينظر من بين الدموع ويسجم، وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول عبادي قد أتوني محبة، وإني بهم بر أجود وأكرم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم، وأعطيهم ما أملوه وأنعم، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه، وآخر يستسعي وربك أكرم. لله درك أيها الشاعر المفلق. وقال الشاعر ابن الأمير الصنعاني عندما شاهد الكعبة المشرفة، قال: وما زال وفد الله يقصد مكة، إلى أن بدا البيت العتيق وركناه، فضجت ضيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه. وقد كادت الأرواح تزهق فرحة لما نحن من عظم السرور وجدناه، تصافحنا الأملاك من كان راكبا، وتعتنق الماشي إذا تتلقاه. أما عن الإحرام من الميقات، قال الصنعاني: ولما بدا ميقات إحرام حجنا، نزلنا به والعيس فيه أنخناه، ليغتسل الحجاج فيه ويحرموا، فمنه نلبي ربنا لا حرمناه. ونادى مناد للحجيج ليحرموا، فلم يبق إلا من أجاب ولباه. وجردت القمصان والكل أحرم، ولا لبس لا طيب جميعا هجرناه، ولا لهو لا صيد ولا نقرب النساء، ولا رفث لا فسق كلا رفضناه. وصرنا كأموات لففنا جسومنا، بأكفاننا كل ذليل لمولاه، لعل يرى ذل العباد وكسرهم فيرحمهم رب يرجون رحماه. ينادونه لبيك لبيك ذا العلا، وسعيك كل الشرك عنه نفيناه، فلو كنت يا هذا تشاهد حالهم، لأبكاك ذاك الحال في حال مرآه. وجوههم غبر وشعث رؤوسهم، فلا رأس إلا للإله كشفناه. لبسنا دروعا من خضوع لربنا، وما كان من درع المعاصي خلعناه، وذاك قليل من كثير ذنوبنا، فيا طامعا رب العباد عصيناه. إلى زمزم زمت ركاب مطينا، ونحو الصفا عيسى الوفود صففناه،
نؤم مقاما للخليل معظما، إليه استبقنا والركاب حثثناه، ونحن نلبي في صعود ومهبط، كذا حالنا في كل مرقا رقيناه. وكم نشز عال علته رفودنا، وتعلو به الأصوات حين علوناه. نحج لبيت حجه الرسل قبلنا، لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه. لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه. دعانا إليه الله قبل بنائه، فقلنا له لبيك داع أجبناه. أتيناك لبيناك جئناك ربنا، إليك هربنا والأنام تركناه. ووجهك نبغي أنت للقلب قبلة، إذا ما حججنا أنت للحج رمناه. فما البيت ما الأركان ما الحجر ما الصفا وما زمزم، أنت الذي قد قصدناه. وأنت منانا، أنت غاية سؤلنا، وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه. إليك شددنا الرحل نخترق الفلا، فكم سد من في سواد خرقناه. كذلك ما زلنا نحاول سيرنا، كذلك ما زلنا نحاول سيرنا، نهارا وليلا عيسنا ما أرحناه. إلى أن بدا إحدى المعالم من منن، وهب نسيم بالوصال نشقناه. ونادى بنا حاد البشارة والهنا، فهذا الحمى هذا ثراه غشيناه. الله أكبر. أما الأديب أبو بكر محمد رشد البغدادي فقال يصف الطواف: ففي ربعهم لله بيت مبارك، إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه. يطوف به الجاني فيغفر ذنبه، ويسقط عنه جرمه وخطاياه. يا سلام. يطوف به الجاني فيغفر ذنبه، ويسقط عنه جرمه وخطاياه. فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وأهناه. نطوف كأننا في الجنان نطوفها، ولا هم لا غم فذاك نفيناه. فوا شوقنا نحو الطواف وطيبه، فذاك شوق لا يعبر معناه. فمن لم يذق قط لذة، تذق يا صاحي ما قد أذقناه. فوالله ما ننسى الحمى، فقلوبنا هناك تركناها. فيا كيف ننساه، ترى رجعة هل عودة لطوافنا، وذاك الحمى قبل المنية نغشاه. أما عن منى قال البغدادي: ونحو منى ملنا بها كان عيدنا، ونلنا بها ما القلب كان تمناه. فمن منكم بالله عيد عيدنا، فعيد منى رب البرية أعلاه. وفيه رمينا للعقاب جمارنا، ولا جرم إلا مع جمار رميناه. وبالجمرة القصوى بدأنا، وعندها حلقنا وقصرنا لشعر حضرناه. ولما حلقنا حل لبس مخيطنا، فيا حلقة منها المخيط لبسناه. وفيها نحرنا الهدي طوعا لربنا، وإبليس
لما أن نحرناه. ومن بعدها يومان للرمي عاجلا، ففيها رمينا والإله دعوناه، وإياه أرضينا برمي جمارنا وشيطاننا المرجوم، ثم رجمناه وبالخيف أعطانا الإله أماننا، وأذهب عنا كل ما نحن نخشاه. يا سلام. لا زلتم مشاهدينا الكرام مع قناة سلام الإعلامية المباركة، وهذه حلقة نخصصها عن الحج والحجيج والمشاعر المقدسة بأصوات الشعراء. قصيدة مشهورة للشيخ عبد الرحيم ابن أحمد بن علي البرعي اليماني، يقول في قصيدته: يا راحلين إلى منى بقيادي، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، وحرمتم جفن المنام ببعدكم الساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، من نال من عرفات نظرة ساعة، نال السرور ونال كل مرادي، تالله ما أحلى المبيت على منى، في ليل عيد أبرك الأعياد، ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، لبسوا ثياب البيض شارات اللقى، وأنا الملوع قد لبست سوادي، يا رب أنت وصلتهم صلني بهم، فبحقهم يا رب فك قيادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام وهيل ذاك الوادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي، قولوا له عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا. وقال شاعر في مناجاة ووداع، وهو الشاعر محمد بن جميل زينو: إليك إلهي، إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي، إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائي، كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا، إلهي فأنت الله لا شيء مثله، فافعم فؤادي حكمة ومعانيا، أتيت بلا زاد وجودك مطعمي، وما خاب من يهفو لجودك ساعيا، إليك إلهي قد حضرت مؤملا، خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا، وكيف يرى الإنسان في الأرض متعة، وقد أصبح القدس الشريف ملاهيا، وكيف يرى الإنسان في الأرض متعة،
وقد أصبح القدس الشريف ملاهيا يجوس به الأنذال من كل جانب، وقد كان للأظهار قدسا وناديا، معالم إسراء ومهبط حكمة وروضة قرآن تعطر واديا. أيها الإخوة المشاهدون، لا زلنا في قصائد عن الحج. تقبل الله حجيج هذا العام، ونسأل الله بدعائهم أن يطهر الله ويحرر القدس الشريف، ويحرر أمة الإسلام أينما كانت من قيود أعدائها وحكامها الذين أذاقوها الأمرين. اللهم أعلي شأن دينك. في مناجاة وتوجع قال أحد الشعراء: وهي قصيدة لابن القيم: أما والذي حج المحبون بيته، أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء لبيك ربنا، لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم. تراهم على الأنضاض شعثا رؤوسهم، وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة، ولم يثنهم لذاتهم والتنعم، يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا، ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرم، كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة، وأخرى على آثارها لا تقدم، وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم، وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول عبادي قد أتوني محبة، وأني بهم بر أجود وأكرم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، وبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم، فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أكرم. أما الدكتور عبد المعطي الدالي، عفوا الدالاتي، يقول: الراحلون إلى ديار أحبتي عتبي عليكم قد أخذتم مهجتي، الراحلون إلى ديار أحبتي عتبي عليكم قد أخذتم مهجتي، وتركتم جسدي غريبا هاهنا عجبي له
يحيا هنا في غربته. كم قلتم ما من فصام أو نوى بين الفؤاد وجسمه يا إخوتي، وإذا بجسمي في هجير بعاده، وإذا بروحي في ظلال الروضة قلبي، وأعلم أنه في رحلكم كصواع يوسف في رحال الإخوة. قلبي ويحرم بالسجود ملبيا لبيك ربي يا مجيب الدعوة، قلبي ويسعى بين مروة والصفا، ويطوف سبعا في مدار الكعبة. قلبي ارتوى من زمزم بعد النوى، وأتى إلى عرفات أرض التوبة. هو مذنب متنصل من ذنبه، هو محرم يرنو لباب الرحمة. قلبي ويهفو للمدينة طائرا للمسجد النبوي عند الروضة. هي واحة نرتاح في أفيائها بطريق عودتنا لدار الجنة. الراحلون إلى ديار أحبتي أترى رحلتم في طريق السنة؟ الزائرون ألا بشير قد رمى بقميص أحمد فوق عزم الأمة؟ فالمسلمون تعثرت خطواتهم والمسجد الأقصى أسير عصابتي. هي قصتي وقصيدتي ألحانها تحدو مسيري في دروب الدعوة. هي قصتي يا إخوتي عنوانها أحيا وأقضي في سبيل عقيدتي. وقال شاعر آخر: وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن بدا البيت العتيق وركناه، فضجت ضيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه، وقد كادت الأرواح تزهق فرحة لما نحن من عظم السرور. وجدناه تصافحنا الأملاك من كان راكبا، وتعتنق الماشي إذ تتلقاه. أما في طواف القدوم فقال أحد الشعراء: فطفنا به سبعا رملنا، وأربعة مشينا كما قد أمرناه. كذاك طاف الهاشمي محمد طواف قدوم مثلما طاف طفناه، وسالت دموع من غمام جفوننا على ما مضى من إثم ذنب كسبناه. ونحن ضيوف الله جئنا لبيته نريد القرى نبغي من الله حسناه. فنادى بنا أهلا ضيوفي تباشروا، فنادى بنا أهلا ضيوفي تباشروا، وقروا عيونا فالحجيج قبلناه. غدا تنظروني في جنان خلودكم، وذاك قراكم من نعيم ذخرناه. فأي قرى يعلو قرانا لضيفنا، وأي ثواب مثل ما قد أثبناه. وكل مسيء قد أقلنا عثاره، ولا وزر إلا عنكم قد وضعناه، ولا نصب إلا وعندي جزاؤه. وكل الذي أنفقتموه حسبناه، سأعطيكم أضعاف أضعاف مثله. فطيبوا نفوسا فضلنا قد فضلناه. فيا مرحبا بالقادمين لبيتنا إلى حجتكم، ولا لبيت بنيناه. على الجزا مني المثوبة والرضا، ثوابكم يوم الجزاء أتيناه.
فطيبوا سرورا وافرحوا وتباشروا، وتيهوا وهيموا بأننا قد فتحناه. فطيبوا سرورا وافرحوا وتباشروا، وتيهوا وهيموا، بابنا قد فتحناه، ولا ذنب إلا قد غفرناه عنكم، وما كان من عيب عليكم سترناه. فهذا الذي نلنا بيوم قدومنا، وأول ضيق للصدور شرحناه. أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير ونواصل هذه النفحات الشعرية في تلك الديار المقدسة بصوت الشعراء. هذه قناة سلام المباركة الإعلامية. أيها الأحباب الكرام، ها نحن عدنا إليكم بحوله تعالى لنكمل ما تبقى لنا في هذه الدقائق المباركات، ولا نزال نسوح في تلك الديار المقدسة من خلال ما كتبه الشاعر الجميل الشاعر المسلم الصنعاني من قصيدة ابن الأمير الصنعاني. الآن سنقرأ في الوقوف بعرفة. تحت هذا العنوان كتب الصنعاني يقول: وبعد زوال الشمس كان وقوفنا، إلى الليل نبكي والدعاء أطلناه. وبعد زوال الشمس كان وقوفنا، إلى الليل نبكي والدعاء أطلناه. فكم حامد كم ذاكر ومسبح، وكم مذنب يشكو لمولاه بلواه. فكم خاضع كم خاشع متذلل، وكم سائل مدت إلى الله كفاه. وساوى عزيز في الوقوف ذليلنا، تساوى عزيز في الوقوف ذليلنا، وكم ثوب عز في الوقوف لبسناه. ورب دعانا ناظر لخضوعنا، خبير عليم بالذي قد أردناه. ولما رأى تلك الدموع التي جرت، وطول خشوع مع خضوع خضعناه، تجلى علينا بالمثاب وبالرضا، وباهى بنا الأملاك حين وقفناه. وقال: انظروا شعثا وغبرا جسومهم، أجرنا أغثنا يا إلها دعوناه. وكم هجروا أموالهم وديارهم وأولادهم، والكل يرفع شكواه. إلي فإني ربهم ومليكهم، وأولادهم والكل يرفع شكواه. إلي فإني ربهم ومليكهم، لمن يشتكي المملوك إلا لمولاه. ألا فاشهدوا إني غفرت ذنوبهم، ألا فانسخوا ما كان عنهم نسخناه. فقد بدت تلك المآسي أو المساوي محاسنا، وذاك وعد من لدنا وعدناه. فقد بدت تلك المساوي محاسنا، وذاك وعد من لدنا وعدناه. فيا صاحبي من مثلنا في مقامنا،
ومن ذا الذي قد نال ما نحن نلناه. على عرفات قد وقفنا بموقف به الذنب مغفور وفيه محوناه، وقد أقبل الباري علينا بوجهه وقال ابشروا فالعفو فيكم نشرناه. وعنكم ضمنا كل تابعة جرت عليكم، وأما حقنا فوهبناه. أقلناكم من كل ما قد جنيتموه، وما كان من عذر لدينا عذرناه. فيا من أساء يا من عصى لو رأيتنا، وأوزارنا ترمى ويرحمنا الله. ذكر خزي إبليس اللعين الشاعر الصنعاني فقال: فإبليس مغموم لكثرة ما يرى من العتق محقور ذليلا دحرناه. على رأسه يحث التراب مناديا بأعوانه: ويلاه ذا اليوم ويلاه. وأظهر من حسرة وندامة وكل بناء قد بناه هدمناه. تركناه يبكي بعدما كان ضاحكا، تركناه يبكي بعدما كان ضاحكا، فكم مذنب من كفه قد سللناه. وكم أمل نلناه يوم وقوفنا، وكم من أسير للمعاصي فككناه. وكم قد رفعنا للإله مطالبا، ولا أحد ممن نحب نسيناه. وخصصت الآباء والأهل بالدعاء، وكم صاحب دان وناء ذكرناه. كذا فعل الحجاج هاتيك عادة، وما فعل الحجاج فيه فعلناه. وظل إلى وقت الغروب وقوفنا، وقيل ادفعوا فالكل منكم قبلناه. وفي الإفاضة والمبيت بمزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام: أفيضوا وأنتم حامدون إلهكم إلى معشر جاء الكتاب بذكراه، وسيروا إليه واذكروا الله عنده. فسرنا وفي وقت العشاء نزلناه، وفيه جمعنا مغربا وعشاءها، ترى عائدا جمعا لجمع جمعناه. وبتنا به حتى لقطنا جمارنا، وربا شكرناه على ما هداناه. ومنه أفضنا حيثما الناس قبلنا أفاضوا، وغفران الإله طلبناه. ونزلوا إلى منى والرمي والحلق والنحر، ونحو منى ملنا بها كان عيدنا، ونلنا بها ما القلب كان تمناه. فمن منكم بالله عيد عيدنا، فعيد منى رب البرية أعلاه. وفيه رمينا للعقاب جمارنا، ولا جرم إلا مع جمار رميناه. وبالجمرة القصوى بدأنا، وعندها حلقنا، وقصرنا لشعر قضرناه. ولما حلقنا حل لبس مخيطنا، فيا حلقة منها المخيط لبسناه.
وفيها نحرنا الهدي طوعا لربنا، وإبليس لما أن نحرناه، ومن بعدها كان يوما للرمي عاجلا، ففيها رمينا والإله دعوناه، وإياها أرضينا برمي جمارنا، وشيطاننا المرجوم قد رجمناه، وبالخيف أعطانا الإله أماننا، وأذهب عنا كل ما نحن نخشاه. ثم النفر إلى منى. ففي النفرة إلى منى قال الشاعر: وردت إلى البيت الحرام وفودنا، تحن إليه كالطير حنا لمأواه، وطفنا طوافا للإفاضة حوله، وفزنا به بعد الجمار وزرناه، ومن بعد ما زرنا دخلناه دخلة كأننا دخلنا الخلد حين دخلناه، ونلنا أمان الله عند دخوله، كذا أخبر القرآن فيما قرأناه، فيا منزلا قد كان أبرك منزل نزلناه في الدنيا، وبيتا وطئناه، ترى حجة أخرى إليه ودخلة، وهذا على درب الورى نتمناه، فإخواننا ما كان أحلى دخولنا إليه، ولبثا في ذراه لبثناه. ثم طواف الإفاضة: نطوف به والله يحصي طوافنا، ليسقط عنا ما نسينا وأحصاه، وبالحجر الميمون عدنا فإنه لرب السماء والأرض للخلق يمناه، نقبله من حبنا لإلهنا، وكم لثمة طي الطواف لثمناه، وذاك لنا يوم القيامة شاهد، وفيه لنا لله عهد عهدناه، ونستلم الركن اليماني طاعة، ونستغفر المولى إذا ما لمسناه، وملتزم فيه التزاما لربنا عهودا، وعقب الله فيه لزمناه، وكم موقف فيه يجاب لنا الدعاء دعونا به، والقصد فيه نويناه. وصلى بأركان المقام حجيجنا، وفي زمزم ماء طهورا وردناه، وفيه الشفاء فيه بلوغ مرادنا، لما نحن ننويه إذا ما شربناه، وبين الصفا والمروة الوفد قد سعى، فإن تمام الحج تكميل مسعاه، فسبعا سعاها سيد الرسل قبلنا، ونحن تبعناه، فسبعا سعيناه، نهرول في أثنائها كل مرة، فذاك من فعل الرسول فعلناه. وبعد تمام الحج والنسك كلها، حللنا وباقي عيسنا قد أنقناه، فمن شاء وافى الصيد والطيب والنساء، وقد تم حج للإله حججناه، ولما اعتمرنا كان أبرك عمرنا، زمانا نراه باعتمار عمرناه. نعمل طواف الوداع: وبات حجيج الله بالبيت محدقا، وبات حجيج الله بالبيت محدقا، ورحمة رب العرش ثم تغشاه، تداعت رفاقا بالرحيل فما تراها سوى دمع عين بالدماء
مزجناه لفرقة بيت الله والحجر الذي لأجلهما صعب الأمور سلكناه، وودعت الحجاج بيت إلهها وكلهم تجري من الحزن عيناه. فلله كم باك وصاحب حسرة يود بأن الله قد توفاه. فلو تشهد التوديع يوما لبيته، فلو تشهد التوديع يوما لبيته، فإن فراق البيت مر وجدناه. فما فرقة الأولاد والله إنه أمر وأدهى، ذاك شيء خبرناه. فمن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. لقد صدقت أكبادنا وقلوبنا لما نحن من مر الفراق شربناه. والله لولا أن نؤمل عودة إليه لذقنا الموت حين فجعناه. أيها الإخوة الكرام، هذه حلقة جاءتكم شوية مختلفة كده. إنه شوق إلى بيت الله الحرام، والشعر فيه غناء محبب وفيه ترانيم، والشعر أصلا هكذا كان يقرأ في بداياته. لم يقف الشعراء أوائل ويقولون كما نقرأ هذا اليوم، لكنهم كانوا يترنمون بهذا الشعر. وفي الترنم موسيقى، وفي الترنم ضبط لأوزان الشعر. نسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات أن يتقبل دعاء حجيج هذا العام، ويرفع الأغلال عن أمة الإسلام، ويوحد كلمتهم. اللهم يا فالق الحب والنوى، نسألك سؤالا أنت تعلمه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واعل وانصر كلمة الحق والدين، وأهلك الكفر والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم أنصر دينك وارفع رايتك، وحد كلمة أمة الإسلام. اللهم خذ بأيدينا جميعا، وطهر قلوبنا من الشرك والنفاق، واهدنا سواء السبيل. هكذا أيها الإخوة والأخوات، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية. وقد جاءت سياحة في الحجيج من خلال الشعراء، والصنعاني كان هو سيد الشعر في هذه الأمسية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا عاما بعد عام، ونحن في خير وقوة ووحدة وسكينة وأمان وسلام وإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية يعده ويقدمه محدثكم أحمد شريف. تحياتي وزملائي في الإخراج والإشراف وإخراجها بهذا الصوت أو الشكل الذي ترونه أمامكم. نحن نعطيها إياهم، يعني ليس بهذا الشكل، ولكنهم يسهرون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمون. نلتقيكم إن شاء الله في بعد العيد إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.